من هداف البطولة الوطنية مع بارادو ثم احترافه في بلجيكا باش بمدة قصيرة جدا يصاب برباط صليبي اللي تخليه يغيب لمدة كبيرة، وحاليا يعتبر من أبرز المهاجمين في الدوري المجري. السلام عليكم. من المهاجمين اللي راهم متألقين حاليا في الدوري المجري لاعب جزائري خارج البطولة الوطنية وكان من بين أفضل هدافيها أنذاك، نذير بن بوعلي 25 سنة، ينشط بمركز رأس حرب. في سنة 2022 احترف من بارادو لنادي شارلوا، وفي نصف الموسم الأول فقط قبل حتى ما ينتهي جاته الإصابة الرباط الصليبي اللي خلاته يغيب لنهاية الموسم وضاع عليه أول موسم احتراف. لما رجع للأسف ما داش وقت بزاف وصراله نوعا ما تهميش، وفي نفس الوقت طاقم الفريق حاول يحافظ عليه خصوصا مع نوعية هكذا إصابات. بصح بالنسبة للاعب هذا الوضع ما ساعدهش وخرج إعارة للدوري المجري لنادي جيور سنة 2024. في أول موسم مع جيور لعب 25 مقابلة، سجل 8 أهداف ومد تمريرتين، وفي موسمها الحالي 25-26 راهو مشارك في 23 مباراة، مسجل 13 هدف ومد 3 تمريرات حاسمة، يعني مساهم ب 16 هدف في 23 لقاء فقط. بن بوعلي للمعلومة كان راح يكون متواجد في كأس العرب، ولكن على ما يبدو أن ناديه رفض يصرح اللاعب، لهذا بوغرا توجه لأسماء أخرى. أما السؤال حاليا يبقى مطروح إذا كان طاقم بيتكوفيتش متابع لهذا اللاعب، خصوصا مع مركز نعاني منه كثيرا وهو مركز رأس الحربة.